ازاي اشتري بيت في امريكا وايه الورق المطلوب ان انا اقدمه علشان احصل على موافقه على القرض بتاعي؟ لازم اقعد مع حد اسمه مورجج لون اوفيسر، والمورجج لون اوفيسر ده هو ده الوسيط اللي ما بيني وما بين البنك. بيقعد معايا وبنشرح كل حاجه، بيعرف ورقي، بيعرف ظروفي، بيعرف الارقام بتاعتي بتاعت الدخل وكل الكلام ده، وبناء عليه بيشوف البيت اللي انا ممكن اشتريه هيبقى قيمته قد ايه. تعالوا نشوف الكلام ده كله ايه وتفاصيله، ونروح نقابل المورجج لون اوفيسر ونعرف اكتر عن موضوع شراء البيت. يلا بينا. هاي، اهلا بيك. ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا، اتفضل. طيب دينا، خلينا نتعرف عليك في الاول. انا دينا موسى، مورجج لون اوريجينيتور برانش مانجر. انا هنا في سنترال فلوريدا والاوفيس بتاعي في وينتر بارك. طب دينا، ممكن تفهمينا ايه دور اللون اوفيسر في اجراءات شراء البيت؟ اللون اوفيسر ده هو اللي بيراجع الورق بتاعك، وهو اللي بيقول لك بالظبط انت تقدر تشتري بيت في حدود كام. وبيطلع لك بري ابروفل ليتر انت بتحتاجه انت والريلتور بتاعك عشان تعرفوا تحطوا اوفرز على البيت اللي بيعجبك. طب دينا، انا عارف ان في اوراق كتير واجراءات كتير وحاجات كتير، ايه الاوراق المطلوبه عشان اقدر ان انا اجيبها للون اوفيسر ونبتدي ان احنا ندرس ونشوف الكيس بتاعتي عامله ازاي؟ طيب، هي الأوراق بتختلف يعني على حسب كل واحد بيشتغل ايه. لو انت مثلا بتشتغل فول تايم 40 hours في مكان بتاخد باي تشيكس، فانا ببقى محتاجه اللاست 2 W2s بتاعتك، باخد اخر 2 باي تشيكس واخر 2 بانك ستيتمنتس والاي ديز بتاعتك. دي الاوراق اللي عاده متعارف عليها اول ما بقابل الكلاينت. لو انت بقى شغال مثلا سيلف امبلويد، اللي هو يعني عندك يور اون بزنس وكده، ببقى دايما محتاجه التاكس ريتيرن بتاعتك، فبحتاج برضو اخر سنتين والبانك ستيتمنت والاي ديز. دي الاوراق الاساسيه في الاول، بس طبعا ممكن كل واحد بيبقى عنده كيس مختلفه وسيناريو مختلف، طبعا بيبقى محتاج يعني اوراق شويه زياده او شويه اقل. كل واحد بيبقى محتاج حاجات مختلفه عن التاني. فالاحسن برضو ان انت تكون شغال مثلا فول تايم، ده بيسهل عليك ان انت to get qualified مثلا لبيت باكتر. لو part time محتاج ان انت تكون مثلا بقالك سنتين شغال عشان نعرف نستخدم الانكم ده. نفس الحكاية لو انت بتاخد tips او بتعمل اوفر تايم او كل الحاجات دي، حلو ان احنا نبقى عارفين ان احنا محتاجين على الاقل سنتين علشان نعرف نستخدم الانكم ده. طب دينا، انا مثلا بتعامل مع بنك اوف امريكا وطول الوقت هم عاملين يكلموني ويبعتوا لي يقولوا لي تعالى خد المورجج من عندنا وكده، فيا ريت لو تقول لنا ايه الفرق ما بين ان انا اروح لبنك وان انا اروح لبروكر. بص، هو في البنك هم عندهم ريت شيت واحدة بس، هو ده الريت الوحيد اللي يقدر يوفر it for you. برضو ان المورجج لونز للبيوت مش الحاجة الوحيدة اللي هم بيعملوها، فهم بيعملوا حاجات تانية كتير، فهم مش متخصصين بس في القروض بتاعت البيوت. لكن اللون اوفيسر اللي بيشتغل مع بروكر هو متخصص قروض للبيوت، وبيتعامل مع لندرز كتير قوي. يعني انا الشركه بتاعتي مثلا احنا بنتعامل مع اكتر من 250 لندر، فاحنا عندنا فرايتيز كتير قوي ان احنا ان انا اشوب اراوند واعرف اجيب لك احسن ريت. ولو وات ايفر السيتويشن او السيناريو بتاعك، اكيد في لندر من دول هيكون بيعرف يساعدك. الميزه برضو ان انت تتعامل مع بروكر، ان انت بيبقى عندك فرصه ان انت تو جيت يعني لون برودكتس هي مش موجوده خالص او البنك ما يقدرش يوفرها لك، زي مثلا بانك ستيتمنت لون 1 year self employed P&L اللي هو profit and loss, no income verification, no employment needed. ده it's an investment loan اسمه DSCR. ده مش بتحتاج ان انت تكون بتشتغل او to prove any income، هو معتمد على الرنت اللي هيطلع من البيت ده. طب دينا، احنا من ساعه ما انا جيت امريكا وهم عمالين يتكلموا على حاجه اسمها كريدت هيستوري، وان انت تبني الكريدت سكور بتاعك. انا الحقيقه مش فاهم يعني ده هيفيدني ولا دي حاجه بنعمل، يعني ايه وظيفتها؟ لو تقدري تشرحي لنا ايه الفرق ما بينها وهتساعدني ازاي ان انا اشتري بيت. طبعا الكريدت هيستوري مهم جدا وبيأثر على الكريدت سكور بتاعك which is عامل من العوامل المهمة جدا وانت بتشتري بيت. الكريدت سكور بيبقى ما بين 300 ل 800. المينيمم كريدت سكور لل FHA loan is 580 والمينيمم للconventional loan is 620.
اي حاجه فوق ال 740 ده از اكسلنت، وبيبقى بيدينا فرصه اكتر ان انت تاخد better interest rate. انصح اي حد جاي جديد علشان يبني الهيستوري بتاعه ويبقى عنده كريدت سكور كويس انه ممكن يبتدي يفتح secure credit card. ممكن لو في عنده اخ او حد قريب منه والكريدت سكور بتاعه حلو ممكن يحطه as an authorized user لكارت من الكروت بتاعته. ممكن يفتح اي ريتيل كريدت كارد زي المحلات الصغيره في ميسيز او كولز او الحاجات دي. الحاجات دي كلها مظبوط. واخر حاجه اكشولي ممكن يعملها ان هو يريبورت، يعمل سيلف ريبورتنج لليوتيليتيز بتاعته. اوكي، اللي هي الكهرباء والميه وكده. لان دي عاده دي حاجات مش بتبان في الكريدت ريبورت. بس انت يو كان ريكوست ان انت عايز تعمل سيلف ريبورتنج، وده بيساعد قوي ان الكريدت هيستوري بتاعك يتبني ويبقى قوي. طب وايه الفرق بقى ما بين الاف اتش اي والكونفنشنال لون؟ اوكي، الاف اتش اي actually it's a government loan. المينيمم داون بيمنت بتاعه بيبقى 3.5%. بيبقى في حاجة اسمها mortgage insurance، دي بتبقى على life of the loan، إلا لو حطيت 10% بتبقى only for 11 years. بالنسبة للconventional it's down payment only 3%، والMI اللي هو mortgage insurance بيتشال once you reach 20%. طيب دينا، انت عارفه الموضوع الداون بيمنت ده ممكن يبقى يعني صعب شويه عند بعض الناس، مفيش ناس كتير محوشه المبلغ ده، فده بيخليهم ياجلوا دايما شراء البيت، رغم ان هو ممكن يبقى شغله كويس يعني جاهز وبيشتغل شغلانه كويسه والكريدت سكور بتاعه كويس، لكن ما هو معهوش الداون بيمنت ده. فهل في برامج ممكن يساعد الناس ان هي تتجنب النقطه دي او توفرها لهم بشكل معين؟ عندنا داون بيمنت اسيستنت بروجرامز ممكن تساعد بالداون بيمنت. في انواع، يعني في بروجرامز كتير، في منها forgivable، في منها not forgivable، في منها لازم تخلي البيت معاك شويه قبل ما تقدر تريفاينانس او تبيعه. في يعني في برامج كتير وفي تفاصيل كتير. هما بس برضو محتاج ان هما يحوشوا شويه، لان مش الداون بيمنت بس اللي احنا بنبقى محتاجينه. في حاجه تانية محتاجين نخلي بالنا منها، ان احنا بنحتاج نحوش عشان الكلوزنج كوست. دي مصاريف بتبقى عشان نعرف نقفل البيت. لازم بيبقى فيه تكون محوش شويه للكلوزنج كوست. وجست تو بي اونست ان كل الداون بيمنت اسيستنت بروجرامز موست اوف ات بيبقى الانترست ريت بتاعها اعلى شويه، والكلوزنج كوست بتاعها ممكن يبقى اعلى شويه. بس اتس سوليوشن للناس اللي مش عارفه تحوش للداون بيمنت او محوشه جزء بس مش كبير قوي يغطي الداون بيمنت والكلوزنج كوست. بالظبط. ما هو اكيد البلد دي ما فيهاش حاجه ببلاش، فاكيد كل حاجه ليها ثمن يعني. يس. لكنها هتحل مشكله كبيره بالنسبه لناس كتير. يس كوريكت. طيب دينا، انت عارفه بعد موضوع الكوفيد وكده السوق اتلخبط خالص، الانترست ريت عليت جدا جدا عن الاول، وفي ناس دلوقتي موضوع الانترست ريت ده مخليها يعني موقفه موضوع الشراء ده تماما. ففي ناس كتير عايزه تشتري بس مش عارفه ايه هو الوقت المناسب ليها. فتفتكري ايه هو الوقت المناسب اللي انا ممكن اشتري فيه بيت؟ اوكي، هو انسب وقت لاي حد انه يشتري بيت هو لما هو يكون كواليفايد. في مقولة كده كل الناس بتقولها، date the rate و marry the house. so الريت انت تقدر تغيره في اي وقت، تقدر تعمل ريفاينانس لما الماركت ينزل، لكن البيت اللي بيعجبك ده انت مش دايما هتكون بتلاقيه، او مش دايما ظروفك ممكن تسمح لك ان انت تبقى كواليفايد عشان تشتريه. دلوقتي الفايدة عالية بس سعر البيوت so far ثابت، لكن اول ما الفايدة تنزل الكومبيتيشن على البيوت هتبقى كبيرة جدا، والناس هتبتدي تحط اوفر اسكينج، وهيبقى غالبا من الصعب ان انت تكومبيت مع اوفرز تانية كتير عشان تجت البيت اللي انت فعلا نفسك فيه. طيب دينا، لو حد مثلا معاه ورقه جاهز والكريدت سكور جاهز، بس يمكن هو مش متأكد ان هو يعني كل حاجة مكتملة ومحتاج منك استشارة، هل بتقدمي استشارات مجانية ولا لا؟ يس طبعا، كل الاستشارات مجانية، وحتى لو ورقك مش مترتب انت ممكن تكلمني في اي وقت علشان اقولك ايه اللي انت محتاج ترتبه وتحضر نفسك ازاي علشان تبقى ريدي ان انت تبتدي البروسيس بتاعت ان انت تشتري البيت بتاعك. طب دينا، احنا يعني لو في حد دلوقتي حابب ان هو يكلمك ويتواصل معاكي، علشان يعني كل الكلام اللي انت بتقوليه الجميل ده، في ناس فعلا انا واثق ان الناس بتتفرج عليكي دلوقتي وحابه ان هي تبتدي تاخد الخطوه دي وتمشي في الاجراءات، ممكن يتواصلوا معاكي ازاي؟
أنا متاحة، ممكن أي حد يكلمني anytime، يتكست مي، ايميل مي، يكلمني. ممكن actually نسكيدول an appointment هنا في الأوفيس لو حابب تشوفني face to face. لكن actually كل حاجة it can be done يعني بس بالتليفون. بقدر أبعت لك كل حاجة، بقدر أعمل زوم ميتينجز كمان if you would like to. طيب لو حد بقى ساكن بره فلوريدا خالص، يعني هل برضو تقدري تساعديه ولا انتي بس بتشتغلي جوه فلوريدا بس؟ أنا لايسنس في فلوريدا وميشيغان وفرجينيا وتكساس. واكتشولي التيم بتاعي في ناس كتير يعني لايسنس في other states. فكلمنا anytime وانت في أي حتة واحنا أكيد هنلاقي حد يساعدك. طب ده حاجة كويسة جدا. حلو جدا. طب يا دينا ميرسي جدا جدا على اللقاء ووقتك النهارده. بشكرك جدا ان انت استضفتينا وفهمتينا المعلومات الكتيرة دي. Thank you so much Fadi for this opportunity. It was my pleasure ومبسوطة جدا بالحلقة دي ومبسوطة بالوقت اللي اتكلمنا فيه مع بعض. شكرا يا دينا، ميرسي جدا. You're welcome.